وديع الجري ياخذ في قرارات غير قانونيه. وديع الجري نساء حاجه يكونوا هيئه مسبق ماخ ومسبق ماخ راهو منتخب وما هوش هو ديجا غير قانوني باش ينحي ولا يحكم بعشوائيه على تجميد او تنحيه مسبق ماخم من رئاسه نادي الصفاقسي. اليوم جماهير نادي الصفاقسي ظهرت كونها وراهي جمعيتها وما هيش مش تخلي حتى حد من هنا في صاعدا باش ياخذ حق النادي الرياضي الصفاقسي هذايا ولا يتعدى على كرامتها. وعلى راسها سي وديع الجري يحب يدخل الفتنه في البلاد، يحب يخلق الجهويات، يحب يخلق النعرات. انتم ادرى انتم مسؤولين على البلاد وانتم ادرى بالامكانيات اللي عندكم. يلزم السيد هذا يقف عند حده، لانه نقولها ونعودها راهو غير قانوني انتخابه، وهذا ثم قضايا اليوم يلزمها تتفعل باش السيد هذا يخلي مكانه، لانه ساهم في رداءة كرة قدم. ونشوفوا احنا اللي قاعد يصير ساهم في تدني نتائج الفريق القومي. ماهيش حاجه غريبه معناتها الوديع الجري اللي كابابل دو فير تو. السيد هذا معناتها يحسب البلاد على قرنه، يخرج قوانين وقت يحب. ولعلمكم راهو القانون اللي خرجوا طبقوا كان على صفاقس، ما خليتوش صفاقس باش يطيح كلمه اللجنه الامنيه اللي صارت هنا واللي تعرف مشاكل صفاقس ومشاكلها وتصدينا له باش ما يقعش، ما نخليوهاش يزيك من التجاوزات. كثرت لها يزي. نكونوا واقعيين اكثر. الوقفه هذه صارت على المنهجيه اللي تتوخاها الفيدراسيون. شوف معاقبات ناس تصير لها معاقبات ناس ما تصيرش. ملاعبيه ظهرت في التلفزه وبالواضح كيفاش يضرب الراجل في مثلا في القاروره على الجمهور وما يتعاقبش. باركونتر عليه معلول عمناول شفنا كيفاش عاقبوها مده اسبوعين. نشوفوا سي ولد جنيح عمناول قال كلمه في اذاعه في التلفزه بالذات في قناه الزيتونه، فهمت؟ اخيب من اللي قالها المنصف بالك مره وعلنا قالها. وين شبيه ما تعاقبش. ومن هنا تبدا تنطلق معناها الامور هذه. احنا مش ما عندناش مشكله مع الساحل ومع احبابنا في الساحل، ما عندناش مشكله معهم، لكن احنا لازم نقولوا الدوله لهنا لازم توقف، لانه هذا وين ماشي بينا، وين الرياضه هذه وين ماشيه، الى متى؟ لين تصير كارثه في الميدان باش يوليوا يقفوا وما تصير كوارث. راهو اذا بالطريقه هذه راهي تصير كوارث. ومساله سي الوديع يا وديع يا جري بالله ما تعملش جهويات. راهو من نهار اللي ريناك مرينا خير. خلي عباد عايشين، خليهم يكوروا، خليهم يتنفسوا كوره. انت حكايه تحطمتم واحنا رجعنا ندبين كلام سي طارق ذياب وقت اللي كان وزير قال الاولاد نضحيوا عامين ما نشاركوش ونعملوا مسؤولين صحاح ونتمنوا بهم. احنا الغلطين، احنا ما فهمناش طارق ذياب لانه كيف يفهم الكوره، خاطر يفهم في الكوره. والمسؤول من المفروض يكون وزير ولا يكون مسؤول نتاع جامعه لازم يكون انسيان جوار يعرف قيمه اللعب ويعرف قيمه البلاد.